اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله حلقات العلاج الكامل والشامل والوافي لمرضى الاورام، استكمالا لاحتفالاتنا في شهر اكتوبر وتوعيه واستمرار للتوعيه عن اورام الثدي. هنتكلم النهارده استكمالا للعلاج الهرموني لاورام الثدي عن نوع جديد من العلاج الهرموني الا وهو مثبطات انزيم الاروماتيز. الحبوب ديت هي عباره عن حبوب بتتاخد حبايه واحده في اليوم بعد انتهاء العلاج الكيماوي طبعا والعلاج الاشعاعي. المرضى بتستمر عليها لمده زي ما قلنا في حلقه سابقه لمده 5 سنين او 7 سنين او استكمال ل 10 سنين، ولكن شرط اساسي لبدايه العلاج ده ان السيده يكون ما فيش عندها دوره. وجود دوره شهريه عند السيده عائق ومانع للعلاج بالحبوب دي. طيب الحبوب لها تاثير ايجابي، لها فايده المفروض ناخدها. طب ازاي اقدر ادي للسيده من غير ما يبقى ليه اعراض جانبيه او اثار عكسيه مع انها بتجيلها الدوره؟ يبقى لازم نعمل حاجه تمنع نزول البريود. ايه اللي يمنع نزول البريود؟ اما ان احنا ناخد حقن في البطن اللي هي الزولادكس بتاخد كل شهر او كل 3 شهور ونتاكد ان ما عادش فيه دوره بتنزل بقياس الهرمونات الاي 2 والاف اس اتش والال اتش، او ان اذا كانت السيده استكملت الانجاب بتاعها وخلاص استكفت العيله ومش عايزه تنجب تاني او سنها فوق سن ال 45 سنه واستكملت عيلتها، ففي الحاله ديت ممكن نعمل استئصال جراحي للمبيضين بالمنظار او ناخد جلسه اشعاع على المبيضين ان احنا نوقفهم عن العمل ويتقضى عليهم. فبتحول السيده من هي منجبه الى بعد سنياس زي ما بيقولوا، فبالتالي المبيض ما عادش يشتغل، فالحبوب بتاعتنا تقدر تجيب نتيجه ايجابيه ان شاء الله. ربنا يشفي الجميع ويكلل خطه الشفاء للمحاربات بالشفاء العاجل باذن الله.